السلام عليكم ورحمة الله. أنا مس إسراء، يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. الكلمة اللي هنتعلمها النهاردة ليها علاقة بالساينس، العلوم، والكلمة دي هتكون الدايجستيف سيستم. digestive system digestive system يعني الجهاز الهضمي. ده جهاز موجود في البادي، في الجسم، عشان يعمل دايجست للفود اللي انت بتاكله، يعني يهضم الاكل اللي انت بتاكله. طب يعني ايه يهضم الاكل اللي انا باكله؟ يعني يخلي الاكل small parts، يخلي الفود small parts، يعني يخليه اجزاء صغيرة قوي. الاجزاء الصغيرة دي جسمي يقدر ان هو يستفيد منها ويحصل على الانرجي، الطاقة. بالتالي الدايجستيف سيستم ليه وظيفة مهمة جدا، لان عن طريقه جسمي هيقدر يحصل على ايه وياخد ايه؟ الانرجي، الطاقة. والانرجي دي مهمة، الطاقة دي مهمة ايه؟ عشان تقدر انت تعمل العمليات المختلفة، تروح تمشي وتذاكر وتعمل حاجات كتير. فالدايجستيف سيستم ليه وظيفة مهمة جدا، ان هو يحول لي الطعام لسمول بارتس، جسمي يقدر ان هو يستفيد منها. كده نكون خلصنا مصطلح الدايجستيف سيستم، والمرة الجاية نتقابل في مصطلح أو كلمة جديدة.